يا ترى المكن الياباني ولا المكن الصيني؟ أنا هعمل فيديو هيوضح لك الفرق والرد على السؤال ده. السؤال ده اتسأل لي وقبل ما أرد فكرت. ركز معايا في الفيديو ده عشان تعرف الإجابة السليمة بدون تسرع. تابعونا بقى ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعين قناة أحمد شرغوش لتعليم وأساسيات مهارات الصيد. أهلا وسهلا بيكم. معلش مقصرين معاكم في الفيديوهات نظرا لضغط الشغل ونظرا إن لما بلاقي موضوع مهم بعمله. مفيش موضوع نتكلم فيه مفيش داعي للفيديوهات عشان حضرتك تبقى مستفاد. واحد من حبايبنا المتابعين سألني سؤال مهم: يا عم أحمد، المكن الياباني ولا الصيني؟ كلنا أو أغلبيتنا هنرد بتسرع ونقول الياباني طبعا. بس أنا قعدت فكرت قبل ما أرد عليه وقلت لازم نعمله فيديو نستفيد بيه كلنا. إزاي أرد عليك وأقول لك أنه مكن ياباني، القديم ولا الحديث؟ هتفرق؟ تفرق. هتعمل بيه إيه؟ هتفرق؟ هتفرق. ما تتسرعش في إجابتك على أي شيء وما تاخدش معلومة من حد ما انتش متأكد من مصدر معلومته أو خبرته. ممكن يضرك؟ أكيد هيضرك. بسم الله الرحمن الرحيم. المكن الياباني قوة لا يستهان بها. وعلى فكرة الفيديو ده من ظاهره في ناس ممكن تزعل مني. على فكرة أنا ببيع المكن ده وببيع ده وببيع ده، ولكن الفيديو ده تعليمي عشان مفيش حاجة اسمها حاجة وحشة. في حاجة اسمها تناسبك أو ما تناسبكش. لازم نفهم الأمور عشان نتعلم صح. أنا بطلع تصعيد، محتاج إيه فيه؟ محتاج فيه مكنة قوية سريعة دراجها عالي تسعفني في اللم، لأن التصعيد إنتاج. طيب بطلع ترقيد أو تشميط أو شغل على متقلات كل فين وفين، ممكن أقعد يوم على سمكة. دي مش محتاج فيها سرعة، محتاج فيها قوة. فلازم نستخدم الحاجة صح عشان مفيش حاجة وحشة. ولكن ما ينفعش أقول لك الياباني حلو والصيني وحش. بص يا برنس، مكن زي ده أنا ببيعه في الجروب بتاعي. اللي عندي في القناة ومش مشترك في الجروب يخش على جروب أحمد شرغوش. هحط لكم تليفوني هنا عشان تبعت لي على الواتس تقول لي أنا معاك في القناة ومش معاك في الجروب، أبعت لك لينك الجروب تشرفني. المكن ده أنا ببيعه في الجروب. ما هو مكن ياباني قوي؟ قوي. معدن في الكامل؟ معدن في الكامل. ولكن المكن ده اتعمل من سنة كام؟ وهل في ياباني حديث؟ في ياباني حديث. يبقى لما أقول مكنة ياباني أعرف هستخدمها في إيه وتفيدني، ولا ممكن يكون الصيني أفضل منها في أوقات. ده كلام صريح. المكن الياباني لما اتعمل تروسه صلب وفيه تروس نحاس فسفوري. تروس قوية، تروس قوية، ولكن ما كانش فيه إمكانيات إن يحط رمان بلات كتير. أوبشن زي التليفون اللي معاك، كل مرة بيطلع إصدار أعلى، الكاميرا بتعلى، المساحة بتعلى، كل ده بتدفع فيه فلوس وبتجيب التليفون الحديث. ليه؟ عشان تستخدم إمكانيات الزيادة. المكن ده كان تروسه قوية ولكن كان بيستخدم لحاجات معينة. أسماك تقيلة وعددها قليل، يعني بقعد طول النهار على سمكة سمكتين شداد قوي، خلاص فبشتغل بيه. لما أجي أجيب مكنة حديثة بقى فيها رمانبلات أكتر وجريشو ودراج وإمكانيات تانية حديثة، فيها سرعة، عدد لفات، دراجات بقت في مكن عالية. مكن دراج 17 ومكن دراج 8 كيلو ومكن 10 كيلو.
هتقول لي ده بيعيش وده ما بيعيش. عايز اقول لك حاجه، لو حضرتك جايب تليفون غالي واستخدمته خطأ هيعيش؟ مش هيعيش. يمكن فيديوهاتي كتير ما بتبقاش عليها اقبال يعني كتير قوي زي الفيديوهات التانية، عشان انا ما عنديش شو. يعني ايه ما عنديش شو؟ يعني انا بصطاد، ما بحبش اوريك وانا بصطاد السمكه. ليه؟ هتستفاد ايه؟ عايز تتفرج على السمك؟ عندك فيديوهات كتير، اعلم البحار، ناشونال جغرافيك، حاجات كتير. اما انا بعلمك وبفيدك تسمع وتعمل انت اللي انا بقول عليه. ما بعتمدش على الشو في فيديوهاتي، لان ده فيديو تعليم. نرجع لموضوعنا بقى واقلل لك عشان ما تتوهش مني. لو هتشتري مكنه ياباني موديل قديم قوي زي ده كده، ما انا جايب، هي مش وحشه، ما انا ببيعها، بس هتعمل بيها ايه بقى؟ تشويح من على الشاطئ، ترقيد، تشميط، شغل على سمك تقيل قليل، يعني بتاخد سمكه سمكتين في اليوم. اما هتستخدمها للتسقيط يفضل ويحبذ، وانا بقول لك كده من خلال خبرتي، هات لك مكنه سريعه. ليه؟ انت شغال انتاج، هو انت هتجيب المكنه دي سرعه زي، مش عايز يبقى دعايه، دي مكانتنا اصلا يعني، زي سرعه المكنه دي؟ لا، هي تروس دي اقوى من دي، ولكن المكنه دي اتحط فيها رومانبيلات، والرومانبيل الحقيقي مش الجلب الجرافيت، يخفف الضغط اللي داخل على الترس من 30 ل 25% او ازيد، بدليل ان في مكن بقى دراج وفي رومانبيلات، بقى في دراع نوب، بقى في انحناء في الدراع عشان يديني سرعه مع الجريشور وراحه في اللم. عايز بقى تجيب مكن ياباني تعمل بيه اللي انا بقول لك عليه، فهتجيب مكن حديث، وهنا لب الموضوع او لب الموضوع. المكن القديم يستخدم في حاجات معينه في اليابان وهو قوي، اما لو هتجيب مكنه عشان تسقيط او كاستنج او بوبنج او جيجنج او لايت جيجنج، الحاجات الصيد الحديثه، فهتجيب مكنه حديثه، سواء كانت ياباني هتبقى افضل، ماليزي هتبقى افضل، الصيني فيه درجات حلوه، وفي مكن عالي جدا عامل، بدون ما اقول اسماء لان انا طالع اعلمك مش طالع اعمل دعايه، في مكن عالي جدا امكانياته حلوه وعامل شغل كويس جدا. فاعرف انت هتشتغل بيها ايه، ودي هتفيدك ولا مش هتفيدك. ما ينفعش تقول الياباني احسن ولا الصيني احسن. هتجيب ياباني حديث ولا هتجيب ياباني قديم؟ هتجيب ياباني قديم؟ طب انت عايز امكانيات الحديث، مش قادر تجيب ياباني حديث، هات الصيني الحديث. فكر وشغل مخك. كنت عايز بس اقول المعلومه دي، هو فيديو قصير ولكن اتمنى انه يكون فاد بعض الناس او كل الناس، واللي مختلف معايا في الرأي يقول لي، انا بحب النقاش في اطار الادب والاخلاق، ودينا كلنا بنتعلم من بعض. دمتم سالمين، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو شيق ومفيد. بياع طيب، احمد شاكوش.